ورحمة الله. معكم محمد أوداداس. دائما نناضل من أجل التغيير والعيش الكريم. دائما بغينا نلتفتوا للبلاد ديالنا، للمغرب ديالنا، بغينا نلتفتوا لهاد الأشخاص اللي في وضعية إعاقة، اللي حاملين هبات ملكية وكيعيشوا الحقرة، كيعيشوا الإقصاء وكيعيشوا التهميش. كنشوفوا بأن هناك العديد من المطالب في هذه الأرض السعيدة، ولكن كلها كتضرب على الحائط. نعم للتغيير، ولكن ما ننساوش هذوك الناس اللي هزوا البلاد، منهم المقاومة، منهم الرياديين، منهم الناس اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذه الأرض السعيدة. فاليوم ولينا كنشوفوا التفاتا للمؤثرين والمؤثرات، ولينا نسينا الفنانين والفنانات الأبطال الرياديين اللي كيموتوا بصمت. فملي كتموت شي مؤثره ولا كيموت شي مؤثر، كلشي كيقوم على رجل وحده، الضجيج في كل مكان. ولكن ملي كنشوفوا المعاقين كيتحقروا من ابسط الحقوق ديالهم، وهي المأدونيه اللي كاريها ب 2500 درهم، وكنلقاو ناس ما كتعطاش الحقوق ديالهم. فالمطلب ديالنا اللي دائما كنطالبوه هو الحق يكون في هذه الارض السعيده. اما حنا باقيين كنشوفوا العدل ما كاينش. كنطالبوا بالعدل في البلاد ديالنا. وزاره العدل كتحكم باسترجاع المأدونيه لصاحبها باسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس، ولكن السلطه ما كتنفذش. ولكن ملي نشوفوا السلطه كتريب البرارك وكتريب الديور وكتدوس في الاغراس وتدوس في الاماكن اللي بدون ما ياخذوا الاذن ديال حتى شي واحد، كنشوفوا بان اشنو واقع في بلادنا. ملي نجيبوا احكام قضائيه باسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله من اجل استرجاع المأدونيه، ونشوفوا الاحكام ديال صاحب الجلاله تضرب على الحائط. وملي نشوفوا فضاءات اللي كتنزع وديور كتريب بلا ما ناخذوا لا حكم من العدل، من العدل الملك. فهذا الشيء علاش كنتسائلوا. فالنقطه الاولى اللي بغيت نتطرق لها هو بان تنطالبوا السيد والي جهه الدار البيضاء السادس باش يفتح تحقيق في هذا الفساد اللي في الاداره ديال اصحاب الرخص وديال اصحاب الطاكسيات. فكنت كتشوفوا بان الطاكسي ملي كتنتهي العقده ما بين مول الجريمه، راه خاص تعليق هذه الجريمه، خاص الجريمه تعلق. وهذا هو المطلب الوحيد اللي كنطالبوه. ما كنطالبوا حتى شي حاجه. ما يمكنش مول الطاكسي يبقى خدام والعقده سالات والعقد شريعه المتعاقدين. فبالله عليكم الا جينا نحققوا هذا المطلب فكونوا اكيدين باننا غادي نصفوا واحد الشريحه من المجتمع وغادي نحاربوا واحد الفساد، لان الطاكسيات تغولوا، الطاكسيات ما بقاش عندهم الحق باش يتكلموا، لان النقابه غولاتهم. ولاو الطاكسيات تيمشيو بالفوضى، كيمشيو بالجريمه بانها اصبحت ديالهم. كانوا في السابق تيقولوا بان الجريمه كيورثها هذاك الشخص اللي في وضعيه اعاقه، وهذاك المعاق غير ناعس وكياخذ فلوس. دابا بالله عليكم ولينا كنشوفوا هذاك مول الجريمه، هذاك مول الطاكسي هو اللي ولا كيورثها الولد ولد ولد ولده. وكاينين العديد من الجريم ومن الطاكسيات اللي دابا خدامين بالعشوائيه. علي محمد، نائب رئيس التنسيقيه الوطنيه للمعاقين اربع مأدونيات، رئيس جمعيه هبه لاربع مأدونيات سياره اجره الصنف الاول والثاني. جينا اليوم باش غادي في واحد وقفه احتجاجيه سلميه والمتعذره، غادي خوضه واحد الاعتصام امامه الى جهه الدار البيضاء السطات. علاش؟ لان عندنا ناس اللي سالت لهم العقود ديال 3 سنين 4 سنين والولايه ما غادير معنا والو. ناس اللي عندهم تحويلات وما بغاوش يعطيو ديبليكاطا لصاحب المأدونيه. نقول له لا تزيد دير عقد نموذجي مع المستغل اللي معاك، ولكن المستغل اللي معاه ما بغى يزيد حتى ريال. كاري لي ب 50 قال لي من قل 50 من غير 50 ما غنزيدك حتى شي حاجه. وكتعرفوا هو كاري ب 50 من 2008 و 2009. اليوم راه حنا في 2025، 50 راه ما بقات كدير لينا والو. لهذا عندنا ناس اللي عندهم احكام، والناس اللي عندهم تحويلات، الناس اللي عندهم موافيات. فمات المستغل اللي كان دايرين معاه العقد النموذجي ومات معاه العقد، ولحد الساعه لا يعقل ان واحد مات ومات معاه العقد وباقي الورثه خدام. كيقول لك ورثه، شكون هادو ورثه؟ واش المستغل عنده شي ورثه؟ درنا طالبنا بواحد اللجنه. هاد اللجنه بدات في 10 يناير 2025 وليومنا هذا باقي ما كاين حتى شي حاجه. دازوا الناس اللجنه الاولى وفي اللجنه الثانيه وتكتبوا تقارير وطلعوا للكاتب العام
وباقي راه عند كاتب عام راه غادي يسيني لكم هنايا، غياخذ قرار هنايا، غادي يحطوا المحامي تاع الولايه، كل خطره كيعطونا كذبه في جهه. اليوم وصل السير والزبق، ما بقيناش قادين على هذه المبالاه اللي كتعامل معنا بهذه بهذه الاداره، ما بقيناش قادين على هذه الكذوبات اللي كتكذب علينا. قررنا اننا نخوضوا واحد الاعتصام امام ولايه الدار البيضاء حتى يدار معنا حل، لان وصل الزير والسباق وما بقيناش قادين على هذه الكذوبات اللي كتكذب علينا بها من الولايه. حنا غادي نديروا 24 ساعه اعتصام امام الولايه، غيتلوها واحد الاضراب على الطعام لمده 24 ساعه باذن الله تعالى. ونتمنى ان المسؤولين ياخذوا هذا الملف ديال ارباب المأذونيات بعين الاعتبار ويعطوهم الحقوق نتاعهم، لان وصل السير والزباق وما بقيناش قادين نكملوا في هذا الشيء. اتفاقنا الوطني المعقد امام الولايات اللي هو سمو الحلمه. اليوم حنا كنتواجدوا امام منازعه ضامن اسقاط، يعني كنتسائلوا على الملفات ديال اصحاب المأذونيات اللي هما يعني واحدين في ولايه ضامن اسقاط، وكنتسائلوا مع السيد والي ضامن اسقاط اللي هو انسان نزيه ومعقول وسلس، ويعني كنحب يعني المعامله ونقدر نتعامل مع بطريقه صالحه اللي نعم على صاحب الجلاله الملك محمد، يعني ما تتحسن الوضع ديالو. ولكن مع الاسف لقينا واحد التواطؤ هنا من طرف الاداره يعني مع اللوميه السماسيه، يعني بزاف تاع الميثاق اللي عالقه باقي ما داوم على حتى حاجه. يعني جات واحد اللجنه اللي تعينتها الولايه من اجل يكون واحد اللجنه من المستغل صاحب المأذونيه باش نحلوا المشاكل. مع الاسف حنا كنا مع عصير واحد 2025 حنا قلنا مقبلين على شهر 8 باقي حتى ميلف باقي ما داش، يعني واخا من ياكل كنا كنشوفوا. انا كنتسائل زعما هنا كاين احكام قضائيه من اسم صاحب الجلاله الملك محمد نصره الله ونساس النوداوي، يعني الاحكام ما كتنفذش يعني موقفه. مع العلم كاين العقود اللي هي انتهت صلاحيه ديالها وقع العاملين انتهى، ويعني هاد الناس خدامين ما يقولوش على قانون، يعني كتسمى خدامين نقل القانون. انا كنت سائل هاد الناس اللي كيحاربوا التطبيقات التطبيقات ما يقولوش على قانوني وما يقولوش الخمس، مع العلم هما خارقوا القانون. هاد الاحكام القضائيه، هالناس ديال التحويل، هالناس عقود انتهت، هالناس التماطل، الناس ديال الوثائق، الناس اللي معهم تنازل بقى العاملين ما يقولوش على قانوني. يعني كنا بزاف على الخلق، كل الناس ما عندوش ميكروفون مقطع مهنيه، ما عندوش تنقيق، ما عندوش تقييم. سما قلنا الضريبه تلقاه خدام عداد الارقام، ولكن يقولوا محاسب ولا ما قايم. انا كنت سائلوا السيد والي ضامن اسقاط على هذا الشيء اللي واقع، يعني ما فيهوش مع الاعتبار هذا الميثاق ديال اصحاب المأذونيات، وكان صاحب الجلاله الملك محمد السادس هو اللي غيفوز من هذه الفئه، وهو اللي غادي يحاول يدير معها شي حاجه اللي مهمه. مع السائل العقلي على بنوميات السماسيه كيدعيو من اصحاب المأذونيات غيحيدوا هذا ويعطينا هذا وياخذوا 5 مليون. قال حنا كندعيو ما بقيناش ما غير كليه هذه التخفيض السماسيه، حنا بغيناها سماسيه اللي محكمه، يعني غتعود مع عقد مجازي 3 مليون او على زين ما عطينا حتى درهم.